السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، الاكلة دي الصراحة انا كان نفسي فيها قوي، بقالي فترة كده ما اكلتهاش، فقلت ايه اعملها. إيه الاكلة دي؟ ايه؟ الكشري المصري، مش الكشري الاسكندراني بتاعنا، لا الكشري المصري. انا بحبه جدا جدا، بس ما باكلوش من بره ابدا، يعني استحالة كده اروح عند اي مطعم بتاع كشري واكله. ما بحبش ريحة الكشري بتاعت بره. لكن انا بعمله في البيت بطريقه حلوه قوي، يعني انا ما باكلوش غير بطريقتي او بطريقه ماما. وانا طبعا متعلمه الطريقه بتاعتي من ماما، بس لكن ما بحبش اكله من اي حته تانية. تمام، يا اما اكون انا عاملاه في البيت او اكله عند ماما فقط لا غير. بصوا هنا بقى، انا جبت حبه زيت حلوين، ما تستخسريش في الزيت. اوكي. وحطيت فيهم بصل كده متقطع شرايح، ورش عليه حبه ملح فقط. ده اللي انا عاملاه آم، في البصل يعني. تمام، حبة بصل كده وحبة زيت كتير. حطيت البصل في حبة زيت كتير متقطع سلايس كده رفيع خالص، وعليه حبة ملح. تمام، وكنت حاطة على العين التانية عدس بيتسلق. انا بعمل العدس يتسلق لوحده زي بتاع الكشري، مش بحطه على الرز بالشعرية. في ناس بينقعوه وبيحطوه على الرز بالشعرية. تمام، انا بحطه في حبة مية كده، وعليه حبة كمون العدس. تمام، وبرده البصله كده بحط لها ايه، حبه كمون. والزيت ده ما تخافيش مش هيترمى، هنعمل بيه بقيه حاجات الكشري. بس المهم تعملي زيت كتير كده، عشان هقولك هنعمل بيه ايه واحده واحده. اول حاجه بقى، انا سبت البصله تتحمر على النار، طبعا مش هقف استناها تتحمر، لا رحت كده جبت حبه طماطم وبغسلهم، وعلى طول بحط ايه في الخلاط. تمام، بشيل الحته اللي فوق دي وبحط في الخلاط. طبعا انا بقالي فتره طويله ما كنتش بضرب طماطم في الخلاط، ولا بطلع الخلاط اساسا من مكانه، لاني على طول بخزن الصلصه في الفريزر. بس طبعا الطماطم دلوقتي يعني انا بعمل لكم في الفيديو ده، عشان ممكن الفيديو ينزل لكم بعدها بفتره فالطماطم تكون رخصت فتقولوا ايه، لا الطماطم رخيصه او حاجه. لا، في الوقت اللي انا بعمل لكم في الكشري حاليا الطماطم كانت ب10 وب12 جنيه. فطبعا حرام ان انا اجيب طماطم، مثلا اجيب زي ما كنت بجيب والله بال25 كيلو احيانا، واحيانا 15 كيلو حسب يعني. تمام، وكنت بعملهم، فطبعا حرام اجيبها وهي غاليه كده. فاضطريت بقى استعمل الخلاط، كنت على طول بالهاند بلندر كده بعد ما اسبكها على النار بكل سهوله. حطيت بقى مع الطماطم دي حته تومه كده، وكمان فلفل اخضر او احمر زي ما تحبي، ومعلقه هريسه الشطه كمان، بس كده. تمام، هضرب بقى الخليط ده كده معايا بالخلاط وهصفيه. انا لازم اصفي الطماطم، حتى لما بعملها بالهاند بلندر بعد ما اسبكها على النار، لما بكون جايبه كميه لازم اصفيها. ما بحبش ولا البذر ولا كفل الطماطم. ممكن في حاله واحده اسيبه لو بعمل محشي، غير كده استحاله استحاله ان انا مصفيش طماطم ابدا. عشان في ناس عادي ما بتصفيش، لكن انا صعب. تمام، بس كده اهو قاعده ايه بصفي بقى الطماطم كده بايدي، يعني طبعا ايدي نضيفه. لما بعملها من المعلقه بتصعب معايا في النزول، ما يعني لما باجي اعملها بالمعلقه، عشان دي السلك انا لازم بصفيها بالمصفى السلكي دي، عشان ما تنزلش قشره صغنطوطه قد كده، ان انا بقرف من قشر الطماطم جدا جدا. فعشان كده بعملها بالمصفى الضيقه دي، فالصراحه بتطلع عيني. واللي بينفع معايا الحاجه الوحيده هي بايدي، يعني بالمعلقه الصلصه ما بتنزلش. بصوا بقى، البصل خلاص كان متحمر معايا. انا طبعا مش عامله كميه بصل، لان جوزي الوحيد اللي بيحب بصل على الكشري، وكمان انا محتاجه الزيت بتاع البصل، فعشان كده بضطر اعمل ايه بصل، عشان لان جوزي بيحبه، وثانيا بحتاجه في ايه في حاجات. بص، اول حاجه حطيته، انا حاطه ميه على النار بتاعه المكرونه. تمام، عشان اسلق فيها، حطيت فيها حبه زيت من زيت البصل ده. اوكي. وحطيت كمان على الصلصه، يعني انا صفيت على طول في الحله على اساس ان الزيت عارفه ان هو مقدوح، فهحطه ايه الزيت عليه على طول كده. طبعا الزيت كان عليه كمون مطرح البصل، بس كده. يبقى انا حطيت الزيت على الصلصه بتاعه المكرونه، وحطيتها على المكرونه ذات نفسها اللي بتتسلق. وهحط بشيل حبه كمان لما المكرونه بتتسلق، برش عليها كده حبه من الزيت ده عشان تفضل مفرفره، وحبه فلفل اسمر بتكون تحفه. حطيت بقى ملح في صلصه في الميه اللي هسلق فيها المكرونه. تمام، انا بحب اعمل المكرونه بايه بقى، بالسباكيتي، بس بقسمها على 3 كده عشان ما تبقاش طويله. وبعملها بالعقل اللي هي الصغنطوطه خالص، اللي هي مكرونه الشوربه، مش لسان العصفور، اللي هي المكرونه الصغنطوطه قوي دي، برضو بعملها ايه بيها. تمام،
انا هنا كنت بكسر المكرونه كده، كيس المكرونه على 3، والمكرونه العقل الصغنطوطه خالص دي. بس كده، كده بقى المكرونه بتاعتي هيبقى انا حطيت فيها زيت بتاع البصل، الميه دي، وحطيت فيها حبه ملح، وهسلق بقى ايه المكرونه، والصلصه عندي اهي بتتعمل، والعدس كمان بيتسلق خلاص خلص اهو. طيب كده فاضل ايه عندي؟ فاضل الرز ومفروض الحمص. احنا برضو ما بنحبش الحمص على الكشري، مفيش حد فينا بيحبه، فمش بعمل حمص للكشري. اوكي. طيب بقيت بقى الزيت اللي فضل دوت، خدت حبه كده شلتهم للمكرونه عشان بعد ما تتسلق كده او اشطفها ارشهم عليها عشان تفضل مفرفره، والباقي بقى هعمل بيه الرز بالشعريه. تمام. يبقى انا عملت ايه؟ جبت المكرونه بتتسلق والصلصه، هنا بقى شعريه، بعمل كوبايه شعريه على نص كوبايه رز. ده طريقه الرز عشان يطلع معاكي حلو. هتعملي مثلا عايزه تعملي كميه الرز اكتر، يبقى اعملي كوبايتين شعريه على كوبايه رز. خلي الشعريه ده في الرز، هيطلع معاكي الرز خطير، يعني هيبقى حلو قوي، لان الرز بتاع الكشري بيبقى عايز الشعريه اكتر، لان هي في الاصل مكرونه مش رز. بصوا بقى، ببهر الصلصه كده بعد ما خلاص بدات، حسيت ان بدات تتسبك، حطيت بقى ايه؟ كمون، فلفل اسمر، حبه كزبره، وطبعا ملح. بس شايفين ان الصلصه كان حلو قوي، وكمان بقى حركه الثوم والفلفل لما بيتضرب معاه في الخلاط الصراحه بيديها طعم حلو قوي، وبابريكا. وهقول لكم دلوقتي بعمل الدقه ازاي. طبعا هحط برضو ايه؟ معلقه صلصه كده تقلها، انا بحب دايما في صلصه الكشري لازم معلقه الصلصه دي. والشعريه هي بتتحمر معايا، وكنت غسلت الرز. عايزه اقول لكم الاكله ما خدتش مني نص ساعه، والصراحه كانت عملتها يعني في وقت قياسي جدا. واكله، هي في ناس بتقول لا دي كل بنسلق المكرونه، بس لما تعملي كل دوت في وقت واحد مش هتلاقيه خد معاكي نص ساعه على بعض. بس الرز بقى كنت غسلته نص كوبايه رز كده، غسلتها ونزلت بيها على الشعريه، واحط حبه ملح، وانا حاطه ميه في الكتل، هنزل عليها بميه مغليه، وخلاص كده الرز بتاعي خلص. وطبعا عاملاه بالزيت بتاع البصل، طعم الرز بالشعريه ده يتاكل حاف، بيكون طعمه حلو جدا، احلى من اي رز بنعمله جنب اي خضار عادي، لانه طبعا بيبقى معمول بالزيت بتاع البصل كده، وبيكون نكهته حلوه قوي. والشعريه طبعا بتبقى اكتر من الرز، ضعف الرز اساسا، فالصراحه بيكون احلى رز بحبه. خلاص كده المكرونه اتسلقت، ووطيت على الرز، والصلصه خلاص اتسبكت. بصوا بقى، جبت حته تومه كده صغنطوطه من الفريزر، وحطيت عليها حبه خل. ليه بقى عملت كده؟ ان انا مش هعمل دقه التوم والخل لوحدها ودقه الشطه لوحدها، لا انا هعمل الاتنين في بوله واحده، لان احنا ما بنحبش الدقه اللي هي التوم والخل دي لوحدها، مش هنحطها اساسا، فانا بدخلها في الدقه الشطه، يعني الاتنين مع بعض كده في بوله واحده. اوكي. بحط بقى شطه، يبقى انا حطيت توم وخل وشطه وحبه كمون. خلاص كده، يعني في البوله دي حطيت نص معلقه توم، وحبه خل، قولي معلقه كبيره خل، وحبه ميه، وشطه، وكمون وملح، عشان الميه اللي انا حطيتها دي. تمام. وبعد كده بقى هحط ايه؟ الصلصه. وكده اتعملت معايا احلى دقه الصلصه، بس كنت مستنياها تتقل شويه عشان احطها عليها. يبقى انا حطيت ميه وخل وثوم وكمون وشطه وملح، ودوبتهم في حبه ميه كده، وبعد كده نزلت عليها بالصلصه. شايفين منظر الدقه بقى خطير. وهنا كنت خلاص غرفت كده طبق، كانت الولاد بس هي اللي هتاكل الصراحه، انا ما كنتش هاكل، كنت لسه ما جوعتش يعني. بس كده. وطبعا ما بحط لهمش بصل، لان البصل عاملاه بس طبعا زي ما قلت لكم لجوزي بس، هو بوريه لكم، وكان مقرمش لحد دلوقتي يعني بعمله لكم كده، بقول لكم بصوا مقرمش ازاي. بس كده، ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، وتعملوا لي شير، وتعملوا سبسكرايب، وعايزاكم تجربوا الكشري بالطريقه بتاعتي، بجد هتعجبكم جدا. حركه ان انا بعمل كل الاكل او مكونات الكشري بالزيت بتاع البصل بيطلع حلو قوي.
وكمان عايزه اقول لكم حاجه تانية، ممكن بقى لو هو هنا ناقص طبعا الحمص، بس ممكن تسلقي الحمص وتحطي عليه. بس كده، واقول لكم مع السلامه.